انت مين فيهم دلوقتي وتقدر تبقى مين فيهم بعدين. فكر فيها. قبل كده قلت الحياة ما بتديش اللي ما عندوش، بتدي اللي عنده. عنده استعداد، عنده فضول، عنده معرفة، عنده معارف، عنده مهارة، عنده فلوس. لكن النهاردة هحكي لك سريعا عن 3 شخصيات هيساعدوك تجاوب على أول سؤال سألته لك. كان يا مكان كان في شجرة، عدى عليها 3 أول مرة في حياتهم يشوفوا شجرة، حتى ما يعرفوش اسمها. الأول قال إيه الهبل ده، وما شغلش باله حتى إنه يفكر فيها. ده كومبارس في القصة، مش هتكلم عنه لأنه ما يستحقش وقتي ووقتك. التاني قال حلوة دي، أنا ممكن أقعد تحتيها عشان الشمس. ده استفاد تمام، لكنه برضه شخصية ثانوية. التالت قال الله، إيه ده، أنا عايز أعرف تكوينها، عايز أستفيد بيها أكبر استفادة ممكنة. ممكن فعلا أقعد تحتيها، لكن هبقى استفدت لوحدي. فراح علم اللي اتعلمه عن الشجرة ل100 شخص. ده بطل، لأن البطل دايما بيساعد غيره، ولأنه بيساعد غيره بيلاقي 100 شخص عايز يساعده. ولما سألهم إزاي نقدر نستفيد من الشجرة دي أكتر، بقى عنده 100 فكرة. رغم إن الفضول ممكن يستخدم في الشر زي تجربة شيء خطر أو التطفل على الغير، إلا إن أي مبدع في العالم من أول ما اتخلقنا لغاية ما ننتهي لازم هتلاقي عنده فضول. لازم يسأل ويبقى مستعد يسمع إجابات مختلفة عن اللي عارفه واللي اتربى عليه. وعشان يقدر يحقق ده لازم ما يخافش يسأل، ولازم يتعلم إزاي يسأل. وأول سؤال صح